يا رب يجعل يومكم مليان خير وسعادة. معاكم هناء من مطبخي لبيوتكم. هنعمل أحلى وصفة سهلة ولذيذة وتفتح النفس وتفرح القلب وتدفي طبعا في الشتاء دوا. النهاردة عندنا أكلتنا هنعمل قلقاس. الناس كلها بتحبه وما يختلفش عليه اتنين. هنا انا عندي قلقاستين، واحدة هفرزها والتانية هعملها برضو معاكم بطريقة سهلة وان شاء الله تعجبكم. وادي السلق معانا، سلق كانوا كزبرة غسلتهم وصفتهم اهو في المصفى. معايا معلقتين سمنة. هنحط بقى ايه، هنحمر السلق والكزبرة مع بعض. مش هحط الثوم عشان انا مفرزاه مفروم، فمش هحطه دلوقتي عشان ما يتحرقش. هحمر بس السلق والكزبرة الاول، واول ما يدخلوا في التحمير الجامد هحط الثوم. وانا هوريكم هحطه في انهي مرحلة. ادي اهوت هنحط السلق الاول على النار وهوريكم هنعمل فيه ايه. طبعا شايفين الكمية كبيرة، لا ما تقلقوش، كل الكمية ديت هتصغر بعد ما تتبخر. هتلاقوها صغرت خالص ولا باينة في الطاسة. ماشي، هنعمل كل قلقاسة مع بعضها. اهم حاجة في القلقاسة يا جماعة، لو جبتوا اتنين ما تحطوهمش على بعض عشان السوا يبقى واحد. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو، هقطع القلقاسة. هي طبعا بتبقى جامدة جدا يعني، بصوا جامدة جامدة يعني، بس هقطعها يعني هتروح مني فين. بصوا هي السكينة يعني، هي بصراحة السكينة مش أحسن حاجة. فهي بقسمها نصين، والنصين هقسمها على ربعين، وبعد كده هقطعها شرايح وانضفها زي ما انتوا شايفين. بصوا لونها حلو ازاي. جيبوا القساية المدورة، ما تجيبوش القساية المتولة دي. المدورة دي بتبقى حلوة ولونها كده روز كده وبتستوي بسرعة. و... واهم حاجه زي ما انا قلت لكم، لو هتجيبوا وتفرزوا ما تحطوش كل القلقاس على بعض، اعملوا كل واحده لوحدها. ادينا هو تقطعتها وهقشر الكميه اللي معايا وهخرطها. واهم حاجه برضو لما تيجوا تقطعوه خلوه سوا واحد، ما تعملهوش كبير وصغير، على اساس ان مفيش حته تستوي وحته تبقى لسه. كل الحاجات دي معلومات لازم تاخدوا بالكم منها عشان تبقوا ايه يعني اما تعملوا القلقاس يبقى كله سوا واحد ويطلع حلو. بصوا هنخرط القلقاس، وكمان ما تخلوهوش صغير قوي على اساس ان هو ما يتهريش. لو حاجة باتت عندكم ما تتهريش. حلو الحجم دوت معقول. وهوريكم طريقة تنظيفه. طريقة يعني في ناس جربتها وانا جربتها لقيتها حلوة قوي، لان لما عرفت ان القلقاس ما بيتغسلش عشان الكولاجين اللي فيه مفيد، فقلت لا ما اغسلهوش. جربتها لقيتها، كنت خايفة في الاول بس الحمد لله لما جربته لقيته حلوة أوي، ما بيعملش مزلقة ولا أي حاجة. بصوا قطعت الكمية اللي اللي عندي. هتجيبوا فوطة كده هو تمسحوها حلوة قوي يعني. انا بصوا ما بمسحش كده قدام الكاميرا ياما، بس تتكوا كده تفركوها زي ما بيقولوا يعني بالبلدي كده هو. بصوا لون القلقاسة. ونسيت اقول لكم ان انتوا لما تجيبوا قبل ما تخرطوا القلقاسة تبقوا تمسحوها من بره اهي. بصوا دي القلقاسة هفرزها وكده هو. بصوا هفرزها ولا هبخر ولا هعمل اي حاجة، زي ما هي بتقعد عندي من السنة للسنة، ولا بتقرمز ولا بيغير لونها ولا اي حاجة. جربوا برضو الطريقة ديت حلوة قوي. بصوا بقى كمية السلق انكمشت ازاي، ولسه كمان هتقل كمان. هنقعد بقى ايه، اهم حاجة بقى في المرحلة ديت ان احنا ايدينا في السلق يعني ما نسيبش السلق ونروح نعمل حاجة تانية على اساس ان هو ما يشتش ويتحرق، هيغير طعم القلقاس. ايدكوا فيه بقى تقلبوه كده يمين وشمال. بصوا زي ما انا بوريكم كده هو. انا هطول الفيديو شوية بس على اساس ان انتوا تبقوا شايفين كل خطوة معايا. نقدر نقلب كده جامد في السلق. بصوا وتوسعوا كده هو، تفردوه على اساس ان هو يتحمر كله. واهم حاجة ينشف يعني، ينشف كده هو. وتخلي بالكوا لان هي بين انه السلق ينشف وبين الحرقان ان هو يتحرق حاجة بسيطة، فانتوا خلي بالكوا عشان ما يتحرقش.
واول ما كده تحسوا ان هو خلاص اتحمر، اللي مفرز توم بقى يحطها في المرحلة ديت، على اساس ان التوم برضو لما بيبقى مفروم ما بياخدش وقت كبير. ادي عندي معلقة كبيرة مليانة، حطيتها كده هوت على السلق والكزبرة، وهنقلبها معاها لغاية ما التوم يتحمر، وبعد كده هوت نهرس التوم والكزبرة والسلق مع بعض. طبعا في طريقة تانية اللي هي طريقة سلق هنسلق السلق، بتبقى طريقة خفيفة، اللي مش عايز يحط دهون كتير ولا يحط معلقتين السمنة دول بيعمل الطريقة ده. هي هبقى اعملها لكم مرة. هنا انا بسلق اللحمة، طبعا احنا عارفين كلنا اللحمة بتتسلق ازاي، هنشيل الريم بعد كده هننكه الشوربة وكده، بس انا مش هجيب لكم الحاجات دي عشان الفيديو ما يطولش اكتر. هنكه انا بقى اللحمة وكده هو، بس هوريكم بقى ادي كمية القلقاس اللي انا قطعتها، وعشان هعملها دلوقتي بوريكم. بصوا ما فيهاش ريحة المزلقة، بصوا حتى لونها جميل وحتى كده ما فيهاش مزلقة خالص. دي كزبرة كنت مفرزاها، وده توم اللي هنحطهم في الشوربة، هننكه بيهم الشوربة. هنا اللحمة استوت كده تمام، هحط بقى القلقاس. بصوا هحط كمية القلقاس اللي عندي كده ياخدوا غلوة، وبعد كده هحط الكزبرة والثوم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. اوعوا يعني ما تغطوهوش قوي، يا دوبك تبقى الحلة كده مهوية. اخد كام غلوة كده هنحط بقى الكزبرة وحتة الثومة على اساس تنكهوا الشوربة بالثومة والكزبرة. بصوا لازم الحركة دي تتعمل، دي تعتبر زي تحديقة للشوربة كده والقلقاس. تمام، هنسيبهم برضو ياخدوا مع بعض كده غلوتين. اخر حاجة هنبقى نحط السلق. السلق ما بيتحطش يغلي كتير، على اساس ان هو لو غلى كتير في الحلة بيفتح لونه ويبقى لونه مش حلو، ممكن يسقط بقى الخضرة تسقط تحت في الحلة. فهنا كده هوريكم ان القلقاس كده دخل في السوا، واجي الخضرة هي تحس محمصة كده وغمقت وكده وبقت زي الفل. لازم نلم بقى كل الكمية اللي عندنا، وهنا يضربهم بالهاند بلندر، واللي ما عندوش هاند بلندر يعمل زي طريقة امهاتنا زمان، بقعر الكوباية كده هوت ندعكهم مع بعضيهم كده، هتلاقوها اتهرت وبقت زي الفل. بصوا انا بوريكم القلقاس اهو استوى وبقى جميل. لما نلاقيه بقى كده استوى نبدأ نملح. هنملح بقى الشوربة، وبعد كده هنحط السلق غلوة واحدة بس بالسلق، ما نطولش على اساس ان هو ما يفتحش ولا حاجة. غلوة واحدة وهنروح طافيين عليه، وبعد كده هو كده زي الفل، مش محتاج اي حاجة يعني. واحنا ملحناه وناخد بقى كل اللي في العلبة دهية، منسيبش اي حاجة اهي. غلوتين والدنيا تمام كده. هو يغلي بقى ونروح طافين كده نطفي عليه. بصوا بقى لونها جميل ازاي بقى. في المرحلة دي بقى اوعوا تغطوا الحلة، يعني لا الملوخية ولا القلقاس يتغطى. ويجي اهوت غرفناه مع اللحمة كده. بصوا المنظر جميل وريحته حلوة قوي، ولا احلى ولا اروع. جربوا الطريقة ديت وان شاء الله تعجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.